اهلا وسهلا باعزائي المشاهدين في احدث فيديو للسيدة نرمين عادل. رجعت السيدة نرمين بعد طول غياب لتثبت للجميع بانها صاحبة قضية وحاملة لقلم العدل، وانها لن تختفي ولن تتنازل حتى تزول الغمة وينقشع الضيم ويزول السيسي ورجاله الذين عثوا في الارض الفساد. تعالوا بينا نشوف السيدة نرمين عادل قالت ايه النهارده. مساء الخير يا فريندز، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معلش عندنا النهارده حرايق، كان المفروض ان انا هطلع لايف وارد على اسئله، بس عشان وقتكم انا هطلع فيديو. انا هرد على كام سؤال. الناس اللي بتسأل عن موضوع العظماء، مش معنى ان انا اختلفت معاهم ان الناس دي مش موجوده او الناس دي مش هتنفذ. الموضوع ما كانش قائم على نرمين، يعني هم هيخاطبوكم من خلال 100 حد زيي، اكيد هيكلموكم من خلال اي حد تاني، بس هم شغالين على ارض الواقع، هم هيخلصوا والموضوع هيخلص على ايديهم. دي حاجة على رغم اختلافي معاهم اقدر ان انا ابصم عليها. بس هل انتم كشعب مصر بجد دلوقتي اللي لاحظ دماغ الناس علامات يوم القيامة؟ احنا هنفضل مستنيين يوم القيامة ونترك الظالمين يعثوا في الارض فسادا؟ كل واحد مستني الصحابي اللي هيجي يخلص الارض من الفساد والمهدي والقصص دي كلها، ولقيت واحد بيكلمني ان هو المهدي وناس بتتكلم في اي كلام. فيه ايه يا جماعة؟ احنا هنقعد نتكلم في الكلام ده كتير ولا هنقعد نتكلم في وقفة محمد فؤاد اللي بيتص واللي الفنانين عندنا اللي راحوا فاتحين رجليهم حرفيا في الخليج؟ انا مش عارفة ده ايه اللي هنقعد نتكلم فيه لحد ما الناس دي تيجي تخلص الارض. وبلاش نظام الشعب المصري مش هيخلص، والشعب المصري ايدك منه القبر، والشعب المصري مطحون، لان جينات الشعب المصري ما اتغيرتش عبر السنين وعبر الثورات اللي حصلت على مدار السنين، وان البني ادم اتهد وان الشعب اتهد وان ده مش التوقيت بتاعه. حجة انه مش هيقوم خالص دي لما تجيب بلورة وتكشف عنها بقى. احنا ما بنحبش التنبؤات، وبلاش مقاطعة، بلاش الطاقة السلبية اللي عاملين نفعلها كل يوم، كفاية علينا بلحة. فيه ناس بتقولي انت ما تكلمتيش الا لما سافرت بره. لا طبعا انا اتكلمت وانا في مصر وحاربت الفساد 10 سنين كاملين، وليا فيديو بحارب فيه النظام وانا في مصر، واتحبست وانا جوه مصر ومحدش قدر يجي جنبي في مصر. واللي يشهد على كده ان انا عملت حاجات تاريخية، زي انا نقلت لكم احمد الاعصر رئيس مباحث مصر الجديدة، ونقلت محمد عبد العزيز اللي هو كان كبير مستشارين محكمة مصر الجديدة. كل فاسد نقلته من مكانه على مدار 10 سنين كاملين، وانا ست لوحدي وبدون محاميين. واخدت لكم بقى حاجة تاريخية، وهي ان طليقي عمل دعوة بالاستعانة بمحامي من تحت السلم ساكن في اوضة بواب في مصر الجديدة، وراح حضر جلستين. كنت عايزة اكرمش له 5 جنيه في جيبه، بعدها لقيته بقى متسيغ وخواتم ذهب وعز، وفضل ماشي في القواضي. المهم ان هو وطليقي راحوا كتبوا عليا كلمة. الكلمة دي بتقولك ايه؟ وهي كلمة بدون دليل، كلمة ان انا امرأة ذات عادات سيئة ولا اصلح اني اربي جيل. عملت جنحة سب وقذف ليه هو والمحامي، علشان تعالى هاتلي الدليل يا حبيبي. ايه امرأة ذات عادات سيئة وايه هي العادات دي؟ وعشان هو ما قدمش دليل رفعنا جنحة سب وقذف. ان المستشار اللي اسمه شريف هجرس اخد فلوس من طليقي وقال دي مش سب وقذف. قام المستشار اللي اسمه شريف هجرس اخد فلوس من طليقي وقال دي مش سب وقذف، وان الكلام ده لا يندرج تحت بند السب والقذف، وممكن تقوله لاي تخين في جمهورية مصر العربية. رحت رايح التفتيش القضائي وقدمت شكوى رقم 1832 يوم 2/5/2017، وقمت مشتكية المستشار، وقمت قايلة في الشكوى ان امه امرأة ذات عادات سيئة ولا تصلح ان تربي جيل يحكم بالعدل في مصر. تقدروا كلكم تاخدوا الشتيمة دي، في محاميين هيحتاجوا لها، وان دي مش معتبرينها سب وقذف، تقدر تشتم بيها بلحة اذا حبيت. ورقم الجنحة اللي اعتبروا فيها انها مش سب وقذف 3756 لسنة 2017 جنح مصر الجديدة. المعارضة بقى عيب عليكم، وقعتم من عيني واحد ورا التاني نازلين بزحليقة. لو انا شتمت اللي اتنيلت واتجوزته 17 سنة، وشتمت محاميه بالقاضي وانا جوه مصر، واعتصمت عند رئاسة الوزراء وانا جوه مصر، واتسجنت وانا جوه مصر، واتخطفت من المخابرات وانا جوه مصر،
عشان كانوا عارفين ان انا كنت عارفة موضوع فندق تريومف ان حودة بيتص، ودي كانت قصة المخابرات يوم 2/6/2021 علشان ما اتكلمش على الموضوع ده. انا اللي يجي عليا او يتكلم عليا بدون دليل يخرس خالص، لان انا ما بتكلمش عن حد الا وبيكون معايا الدليل على كلامي. فاللي يجي يقولك سبا وان نرمين كان عندها سبا، انا مش مشكلتي ان انت كنت بتروح تحت السلم تتكبسه، وان السبا ده حاجة اسمها رجالة وستات رايحين في الحرام. احنا يا جماعة في 300 سنة ضوئية ما بيننا وما بينكم. احنا هنا في كندا في حاجة اسمها دراسة استاتيكس، وانا اسمي استاديكيشن، ودلوقتي بدرس، ودكتور الجلدية اللي عندكم بيجي عندنا يعمل معادلة علشان يشتغل هنا. انا بدرس وفي جيلين طالعين من تحت ايدي شهادتهم باسمي هتفضل متعلقة على حياتهم طول حياتهم وممضية باسمي. انتم بقى فاهمين ان المساج ده تكبيس وهبل، دي مشكلتكم انتم. انا يعني هاجي احميكم؟ في ناس قصتها ان النظافة صابونة نابلسي وخلصنا. انا هعمل لكم ايه؟ بس انا عايز اقول لكم حاجة، مش ان كل الخليج حط عليكم، طب ما تيجي نخلي الكويت تحط عليك كمان. السبا ده بتاعي في الكويت وقفلته سنة 2009 عشان انزل مصر، يعني كنت على ذمة طليقي في الوقت ده لحد 2007. زبايني الشيخة حفصة صباح الأحمد، حفيدة الشيخ صباح الأحمد، وبنات الشيخ سعد الصباح. فأنا عايزاكم كده تقولوا بصوت عالي إن السبا بتاع نرمين عادل كان قائم على الدعارة علشان خاطر يسمعك ويسمع لجانك يا بلحة عيلة الصباح ويسمعوك ويحطوا عليك جنب الإمارات والسعودية، وعلشان تفهموا إن السبا بتاعي ما بيدخلوش رجالة، وإن الكويت بالذات مفيش راجل يقدر يمس شعر ست، وإن لو كان جوزي عايز يدخل جوه السبا يصلح لي حاجة على الكمبيوتر لازم ده بيكون بعد مواعيد العمل الرسمية، وأكون معلقة يافطة مغلق. انتوا بس اللي فاهمين فهم غلط، لأن كلكم غلط في غلط. مش قادرين تفهموا إن السبا حاجة جلدية ونظافة شخصية انتوا ما تعرفوهاش. طيب ده بمناسبة موضوع السبا. واحد تاني طلع يقول لك كانت متجوزة واحد غني ورفضت النعمة. هي النعمة بالنسبة لك مال وبس وبقية الأخلاقيات مش نعمة، ولا أنت عشان جعان عندك الفكر ده؟ المعارضة بقى اللي بيقول لك نرمين بلغت عن شريف عثمان ونرمين سوحت حسين، أنا عايز أعرف من أول فيديوهاتي كده أنتوا مش هتبطلوا لت وعجن في كلام فارغ وملوش أي دليل؟ ده شغل نسوان مش رجالة، والراجل اللي ماسك عليا حاجة فيكم يجي يواجهني زي ما أنا كده بواجه في الوش. بلاش شغل المروات ده، واللي هيفتح بقه عليا اقسم بالله ما هسمع عليه. خليكوا سالكين على سبيل التغيير. حتى عندنا مواضيع تانية بس هنأجلها لفيديو تاني علشان مش عاوز اطول عليكم. باي باي. بلح يبقى كل في البيت عادي، مش موضوع زبادي الفخار ده اللي حرقك. حودة راجعالك، وحسن يلي بيحضروك تبقى الراجل التاني هجيلك. باي باي.